يا أهلا وسهلا بأحلى متتبعين قناة حسن أمين، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة إن شاء الله وما ناقصكم حتى خير. اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى غادي نوجدوا معكم حلوة في إطار الحلويات، الزمن الجميل، حلوة الاقتصادية لذيذة وبنينة، وأهم شيء أنها سهلة بزاف. فابقوا معايا حتى لآخر لا فيديو باش تشوفوا طريقة التحضير والمقادير. اول حاجه غادي نضيفو هنايا قبيصه ديال الملحه باش ما نساوهاش، وقشور حامضه. غادي نضيفو كاس ديال السكر سنيده وجوج ديال البيضات. غادي نخدم هاد البيض هذا مزيان مع سنيده وساشي ديال فاني حتى دوب ليا ديك سنيده مزيان مزيان مزيان. عاد غادي نضيف باقي المكونات. من بعد غادي نضيفو هنايا كاس ديال الزيت، وكيف ما كتشوفوا معايا هنايا ماما كتضيف شويه بشويه وهي كتخلط. شوفوا معايا القوام كيف ما كتلاحظوا في الفيديو، القوام ديال هاد الخليط هذا ولا ليا ولا بيض. يعني خصكم ضروري تخدموا ديك الزيت مع البيض ضروري. هذه من بين اسرار ديال نجاح هاد الحلوه هذه. صافي كيف ما كتشوفوا غادي تستعمر في الخلط. عاد تضيف باقي المكونات. هنايا عندنا كاس ديال اللوز مطحون اللي حمرناه وطحناه بقشورو. الا ما عندكمش اللوز ممكن ديروا زنجلان، ممكن ديروا كاوكاو، وممكن ديروا حتى الكركاع على حساب اللي عندكم واللي متوفر عندكم في البيت ديالكم. هنايا غادي نزيدو نص كاس ديال المايزينا، كتعطيها واحد الطراوه واحد الهشاشه في هاد الحلوه هذه. بالنسبه للوز كيف ما قلت لكم راه حمرناه وطحناه بقشورو. كيعطي واحد الاضافه زوينه ونكهه زوينه لهاد الحلوه هذه. وكيف ما قلت لكم ممكن تعوضوه بالزنجلان او بكاوكاو او لا حتى بالكركاع. صافي من بعد هنايا كيف ما كتشوفوا من بعد ما خلطات هاد المقادير هادو كاملين غتضيف الدقيق شويه بشويه. الدقيق كيف ما كتشوفوا معايا هنايا غتبقى تضيف كاس بكاس. هنايا اول كاس، ودائما الدقيق كيكون على حساب النوعيه ديال الدقيق وحتى الحجم ديال البيض اللي درتو. هنا غادي نديرو ساشي ديال الخميره باش ما نساوهاش، وغادي تزيد الكاس الثاني ديال الدقيق وتبدا تجمع وتحرك حتى تجمع ليها هاد العجينه هذه. هذا الكاس الثالث. كيف ما كتشوفوا غادي تخلط حتى تحصل على القوام اللي بغات. بالنسبه للقوام ديال العجينه ما يكونش قاصح وما يكونش يعني تخليوهاش مطلوقه بزاف، يعني جاريه. غادي تكون طريه في نفس الوقت ما قاصحاش وما جارياش. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا غادي تستمر في الخلط ديال هاد الحلوه هذه ونعاود نرجع معكم. غادي تضيف الكاس الرابع ولكن ما غاديش تضيفو كامل، يعني بحال اللي قلتو 4 ديال الكيسان اللارب، يعني 3 ديال الكيسان. والكاس الاخير غادي تخليو منه غير ربع، يعني ماشي كامل. وممكن غادي تحتاجوا 4 الكيسان يعني كاملين. فكيف ما سبق لي وقلت لكم على حساب النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم وعلى حساب حجم ديال البيض اللي درتو. صافي هنايا شوفوا كيف ما كتشوفوا هذا هو القوام ديال العجينه ديالنا، يعني كتبقى طريه وما كتلصقش في اليدين وفي نفس الوقت ما يابساش وما جارياش. صافي هنايا غادي تحاول تطلقها، غادي دير واحد البلاستيكه من التحت باش ما تلصقش لكم هاد العجينه هادي على يعني الطبله اولا سطح العمل اللي كتخدموا عليه. صافي باش بسهوله انكم تهزوا ديك الحلوه ديالكم. هنايا ما غتحتاجوا لا طابع لا والو، كان عندكم الطابع فاستعملوه، ما كانش يعني استعملوا غير الكاس. كيف ما كتشوفوا غتشكل على شكل هلال. وحتى تكمل ونعاود نرجع معكم.
من بعد ما كملات الكميه كامله ديال العجينه اللي عندها غادي دهنهم بياض البيض اولا صفار البيض اللي بغيتيو. يعني بغيتو تخليوه في هذا اللون هذا ديال الحلوه يبقى هذا اللون هذا دهنوهم بياض البيض، بغيتو يعطيكم داك اللون الذهبي في الحلوه ديالكم ديروهم بصفار البيض، يعني دهنوهم بصفار البيض يعني وزوقوهم من الفوق هكا بشويه ديال الزنجلان بابو لوز ايفيلي دائما تزيين كنقول لكم، اولا كيبقى على حساب الاختيار ديالكم والذوق ديالكم. حنا هنايا بغينا نخليوها هكا بلديه حلوه كتجي لذيذه بزاف بزاف، يعني تعمدنا نخليوها بلديه بهذا الشكل هذا. صدقوني المذاق ولا اروع، كيجي واحد المذاق فيها رائع ورطبه وهشيشه بزاف بزاف يعني، وكتصبر معكم وكتعطيكم كميه اللي هي كثيره تبقى لكم يعني مده. فكنتمنى نكونوا خفاف الظرف على قلوبكم. شكرا لكم على حسن المتابعه، نتلاقاو فيديو جاي. السلام عليكم.